يا بختك وسعدك وهناك يا اللي بتشجع الاهلي. تأكد ان انت طول ما انت منتمي للنادي الاهلي، طول ما انت هتبقى منتشي، طول ما انت هتبقى سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي، اهلا بيكم في حلقة جديدة من استوديو مومادا. معاك اخوكم محمد محسن. يا رب الحلقة دي توصل لعدد فيوهات كويسة، يا رب الحلقة تتشاف. لو الحلقة وصلت لك فضلا وليس امرا ما تنساش تعمل لايك للحلقة، دعما لحبيبك اخوك محمد محسن. ولو انت مش مشترك في القناة ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. وصلي على حبيبك النبي اشرف الخلق اجمعين عليه افضل الصلاه والسلام. وبسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا نبدا حلقتنا. ماس للمعلول، كورة العلي 86 دقيقة. القاضية ممكن شاط الكورة وجول. القاضية ممكن. سيدي الفاضل، عزيزي المشجع الاهلاوي، تأكد ان انت اخترت الاختيار الصح. تأكد ان انت منتمي لافضل كيان كروي في الوطن العربي وفي افريقيا بل في الشرق الاوسط كافة. طول ما انت منتمي للنادي الاهلي، طول ما انت هتفضل منتشر، طول ما انت هتفضل سعيد، طول ما انت هتفضل فرحان. رسميا النادي الاهلي هيشارك في كاس العالم للانديه. يا سعدك يا هناك يا اللي بتشجع الاهلي، يا سعدك يا هناك يا اللي هتشوف الاهلي لتالت مره على التوالي كانجاز تاريخي لا يسبقه انجاز. كانجاز تاريخي لا يسبقه انجاز بالنسبه لنادي في افريقيا، في الوطن العربي، في الشرق الاوسط، ان انت هتشوف فريقك تالت مره على التوالي بيشارك في كاس العالم للانديه. احنا ما شفناش انديه كتير بتعمل كده اصلا. لو عملنا احصائيه على الانديه اللي شاركت في كاس العالم كذا مره ورا بعض، مش عارف هتلاقيها فريقين. مش يعني انا ما عنديش الاحصائيه، ولكن النادي الاهلي ينفرد بلعبه لثالث مره على التوالي بطوله كاس العالم للانديه. طبعا كلنا مستغربين، طبعا كلنا مش فاهمين ازاي الاهلي هيشارك في كاس العالم للانديه. اقول لك انا ازاي. الاتحاد الدولي لكره القدم اعلن رسميا ان دوله المغرب ستستضيف بطوله كاس العالم للانديه ابتداء من 1 فبراير حتى 11 فبراير. عظيم. هتقول لي ايه علاقه ده بالنادي الاهلي؟ اقول لك سيدي الفاضل، من شروط اي مسابقه او من شروط اي بطوله بتقام في اي مكان، الطبيعي ان في يعني مثلا كاس العالم هيتلعب في قطر، فطبيعي قطر هتشارك في كاس العالم بدون الدخول في تصفيات. قطر هتنظم بطولة اسيا، فقطر هتشارك في بطولة اسيا بدون الدخول في التصفيات. المغرب هتستضيف بطولة كاس العالم، فطبيعي الفريق اللي حاصل على بطولة الدوري المغربي هتشارك في بطولة كاس العالم بصفتها بطل الدوري، نظرا لان المغرب هي اللي هتنظم البطوله بدون فوزها بدوري ابطال افريقيا. ولكن وعلى العكس، ان نادي الوداد المغربي هو اخر الحاصلين على بطوله دوري ابطال افريقيا، والمغرب هي اللي هتنظم بطوله كاس العالم. جميل. فطبيعي نادي الوداد المغربي هيشارك في بطوله كاس العالم، ولكن بصفته بطل المغرب وليس بصفته بطل دوري ابطال افريقيا. حلو. النهائي كان ما بين مين ومين؟ النهائي كان ما بين الوداد المغربي والنادي الاهلي المصري. فبما ان نادي الوداد المغربي هيمثل المغرب بصفته مستضيف البطوله، لازم يكون في حد يمثل قاره افريقيا، فبالتالي هنختار الوصيف. وكان وصيف البطوله والنسخه الاخيره من دوري ابطال افريقيا هو النادي الاهلي. فبالتالي رسميا يعلن الاتحاد الدولي لكره القدم مشاركة النادي الأهلي للمرة الثالثة على التوالي في بطولة كأس العالم للأندية، وكتاني نادي أكثر مشاركة في البطولة ب8 مرات بعد أوكلاند سيتي. فافرح وزقطط وهيص ويا سعدك يا هناك، هتشوف الأهلي لثالث مرة في كأس العالم للأندية. وبأمر الله كأس العالم للأندية السنة دي مع مارسيل كولر نتمنى نشوف الأهلي في النهائي. حلمنا بقالنا شوية حلوين، نفسنا الاهلي يوصل نهائي كاس العالم للانديه، وبامر الله ده هيحصل على ايد مارسيل كولر على العجوز المكير مدرب النادي الاهلي. نيجي بقى لرابطه الانديه. رابطه الانديه اللي ظلمت انديه كتير ولاعيبه كتير جدا في الدوري المصري. هتقول لي ليه وازاي؟ اقول لحضرتك ان رابطه الانديه منذ بدايه الموسم اعلنت ان افضل لاعب في الجوله وجائزه افضل لاعب في الجوله هيتم تحديدها بتصويت الجمهور. سيد الفاضل، ازاي تصدر قرار زي ده وانت عندك النادي الاهلي؟ ازاي تصدر قرار زي ده وانت عندك اكتر شعبيه في الوطن العربي بل في الشرق الاوسط كله؟ ازاي تصدر قرار زي دوت وانت مدرك
ان في ناس كتير جدا هتتظلم من قرار زي ده. هل انت ما كنتش مدرك ان انت عندك اعظم شعبيه في الشرق الاوسط؟ لو انت مش مدرك حاجه زي كده يبقى المشكله عند حضرتك. ايا كان مين اللي اصدر القرار، ولكن رابطه الانديه ظلمت انديه كتير ولاعيبه كتير جدا في الدوري المصري ان يكون جائزه افضل لاعب في الجوله باستفتاء الجمهور. سيد الفاضل هيمنه ما بعدها هيمنه من لعيبه النادي الاهلي على جائزه افضل لاعب في الجوله. اقول لحضرتك ليه وازاي. الجوله الاولى اللي فاز بيها اليو ديانج، الجوله الثانيه اللي فاز بيها حمدي فتحي، الجوله الثالثه اللي فاز بيها كريم فؤاد، الجوله الرابعه محمد الشناوي هو اللي فاز بالجائزه، والجوله الخامسه كان برونو سافيو، والجوله السادسه كان اكرم توفيق. فالسيد الفاضل كان فين العقليه وكان فين الفكره وكان فين المشاوره وانتوا بتاخدوا قرار زي دوت منذ بدايه الموسم؟ منذ بدايه اصدار قرار ان افضل لاعب في الجوله هيكون باستفتاء الجمهور، شايفين هيمنه ما بعدها هيمنه من لعيبه النادي الاهلي. توقع سيد الفاضل ان انت ما تشوفش الجائزه بتخرج من النادي الاهلي، غير لو جماهير النادي الاهلي صعب عليها اللعيبه الثانيه، غير لو جماهير النادي الاهلي صعب عليها ان هي تشوف حد تاني بيفوز بالجائزه غير لعيبه النادي الاهلي. فكان قرار خاطئ جدا وقرار سيء جدا، ومن المنتظر ومن المتمني، يعني انا عن نفسي كاهلاوي المفروض ابقى سعيد بخبر زي ده، ولكن دي حاجه ظالمه جدا لناس كتير جدا. نتمنى دراسه تغيير طريقه اختيار افضل لاعب في الجوله، لان بالمنظر دوت الجائزه مش تخرج بره النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب تم دعوته رسميا لحضور نهائي كاس العالم ما بين منتخب فرنسا ومنتخب الارجنتين. هتقول لي اشمعنى كابتن محمود الخطيب؟ ليه المستشار مرتضى منصور ما تلبتلوش دعوه؟ اقول لحضرتك لان كابتن محمود الخطيب اسطوره من اساطير كره القدم. اقول لحضرتك لان كابتن محمود الخطيب اللاعب المحلي الوحيد اللي حصل على جائزه افضل لاعب في افريقيا. اقول لحضرتك لان كابتن محمود الخطيب هو فعليا اسطوره من اساطير كره القدم، لان دوله قطر دعت اساطير الكوره على مستوى العالم زي ما بنشوف الفتره الاخيره في المباريات قبل النهائي ونص النهائي. لعيبه كتير جدا من اساطير كره القدم، رونالدينو، روبرتو كارلوس، كاكا، كافو، ديدا، لعيبه كتير جدا، لعيبه كتير جدا بتحضر فعاليات مباريات كاس العالم. فبالتالي تم دعوه كابتن محمود الخطيب رسميا لحضور نهائي كاس العالم قطر 2022 ما بين منتخب فرنسا وما بين منتخب الارجنتين، اللي ان شاء الله مقرر ليها اللعب يوم الاحد اللي جاي. ومن كابتن محمود الخطيب لعلي معلول وبدر بنون. علي معلول وبدر بنون ينعشوا خزينه النادي الاهلي بما يقارب 390,000 دولار، بما يعادل 9 مليون جنيه مصري، وده بسبب مشاركتهم في كاس العالم قطر 2022. يا فخرك يا سعدك يا هناك يا اللي بتشجع الاهلي، وافخر بالاهلي اكتر واعتز بالاهلي اكتر، لان النادي الاهلي نادي مبادئ النادي الاهلي، نادي اصول النادي الاهلي، نادي الوطنيه، نادي الكرامه. فعليا نادي الوطنيه، نادي الكرامه، فعليا النادي الاهلي عنده مبادئ. رسميا الجمعيه العموميه تعلن الغاء عضويه كابتن هناء حمزه والاعلامي ابراهيم عيسى، وده طبعا لاجل المشاكل اللي حصلت الفتره الاخيره ما بين كابتن هناء حمزه ومجلس اداره النادي الاهلي على توقيع بنتها عقود مع النادي الاهلي وانضمامها طبعا لنادي الزمالك، واللي حصل منهم الفتره اللي فاتت من ظهور في الاعلام والسب في مجلس اداره النادي الاهلي والسب في كيان النادي الاهلي. فمجلس اداره النادي الاهلي بيعلن قرار الجمعيه العموميه بالغاء عضويه كابتن هناء حمزه والاعلامي ابراهيم عيسى. طبعا الاعلامي ابراهيم عيسى اللي ظهر اكثر من مره وسب في مجلس اداره النادي الاهلي وسب في جماهير النادي الاهلي. فالجمعيه العموميه اصدرت قرار بالغاء عضويه هناء حمزه وابراهيم عيسى وتأييد مبادئ النادي الاهلي. خدوا حبايبي بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. لو الحلقه وصلت لك فضلا وليس امرا ما تنساش تعمل لايك للحلقه، دعم الحبايب اخوك محمد محسن. ولو انت مش مشترك في القناه ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد، واستنوني في حلقه جديده من استوديو مو مادة، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.